الو، ايه يا قاضي يا عبد الرحمن؟ وحشني خالص والله. فينك يا قاضي وفين اراضيك؟ افتح معاك بيزنس ما تقول كيونت. يا عبد الرحمن الشبكه ضعيفه خالص، هكلمك تاني. الجيونت قال مش كيونت. الشاي يا محمد. السلام عليكم يا احباب، معكم الحاج علي من برنامجكم المفضل برنامج البندر. من زمان وبنسمع حكاوي هبد القصص غريبه، اللي يقول لك عادل امام هيسد ديون مصر بس صورته تنزل على الجنيه. والسلعه تدق الباب، اقول هي، اقول رجعت خلاص ليا، وهي تقول لك انا. والشيطان رقمه 7 7 وطق حنك من ده كتير. حاج حسين المنياوي، الحاج حاسب طاب الدين. حاج حسين المنياوي، حضرتك حاج حسين؟ من ساعة ما ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي وظهر معاها بلاوي، وأي حد عنده كلمتين بيدخل يطخهم وتوصل لناس كتير أكتر من عدد شعر راسه. ولأن الهبد موجود بالفطرة عند المصريين، الموضوع بقى فيه تخصصات. تفتح المحمول تلاقي واحد بيكلمك عن التنمية البشرية، والله حلو، وتلاقي واصل لأعلى درجة من درجات الأونطي، يقول لك أنا خدت كورس ب$6000 وطلعت مني بكلمة واحدة غيرت لي حياتي. لا والله. وعشان تبقى مدير بيع شاطر، لما يبقى تحتك موظف بيع جديد مش مطلوب منه انه يبيع اول 100 مكالمه، امال هيبيع 100. ويقول لك لو عايز تبقى ناجح، اول لما تصحى من النوم خد دش. طب ما هي سهله اهي. لو جعان افطر، لو محبوس اكسر، لو ضعيف عافر، ولو مضيف سافر. مش هنخلص. الواحد ما تخنش من فراغ، الواحد تخن من اكل الاونطي. وكلكم بقى وال110 مليون مصري اللي كلهم بسم الله ما شاء الله محللين كرة وسياسة من الدرجة الأولى، كم تاني. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبان. عمرك ما تلاقي مصري بيتفرج على ماتش الا ولازما يعترض على اي حاجه، حتى لو فريقه كسبان هتلاقيه بيعترض ومش عاجبه التحكيم ولا الخطه، ويقول لك اصل اللعيب ده حمار، ويقول لك نفسي انزل اكل الملعب باسناني، وهو اصلا بينهج وهو بيتفرج على الماتش. ده غير بقى اللي متقمص لك روح الدكتور، واي حد يتعب يوصف له العلاج على طول. تلاقيه مغمض عينه كده وهو بيكلمك ويقول لك حاسس بايه؟ بطنك وجعاك؟ اشرب 7 اب او خد مسكن. بتاكلي ايه من الشارع يا شقيه؟ تاكليش ليه من ايد ماما؟ ها ماما الله يرحمها ماتت من 30 سنة. انت كويس، مش محتاج لدكتور. يعني اللي جاب 101% ده خلاص ملوش لازمه، وانت اللي تمام. ويبقى يومك اسود من الليل لو لقيت 5 6 شباب على الناصيه وقلت لهم بعد اذنك اطلع كورنيش كيف. هتلاقي كل واحد بيشاور في مكان كده، ويبتدوا يتعاركوا مع بعض، وينسوا بقى اللي كان واقف هيسال ده، ينسوه. تروح فاتح الGPS يقول لك على بعد 500 مترا الاتجاه نحو اليسار، وتلاقي ان الموضوع ابسط بكتير. لو في حاجه بايظه في البيت يتفزلك لك ويصلحها حتى لو اول مره يشوفها في حياته. تقول له الازاز اللي قدام على الشمال بتاع العربيه بطيء خالص في الطلوع والنزول، يقول لك اخر مره غيرت زيت الموتور ميت. زيت موتور ايه؟ والكلام ده ينطبق على اي اب مصري اصيل، تلاقيه ماسك كل تصليحات البيت ومش عايز يجيب كهربائي او سباك، لاقتناعه التام ان الصنايعي مش هيعمل حاجه احسن من اللي هو هيعملها. ولو حاجه باظت منيه يقول لك ده اللي خدناه من الصنايعيه، شوف الحاجه باظت اهي، ويجري على اهل الخبره عشان يلحقوه. طب ما كان من الاول يا حاج تدي العيش لخبازه، الحاجه غاليه والعمليه مش مستحمله خالص. احنا نموت لو قلنا ما نعرفش، بس انت مش مطلوب منك انك تبقى عارف كل حاجه. صاحبك خرع. وعمر الهبد ما بيكون جدعنه ولا جمدان، بالعكس ده بيسوح اللي قدامك ويخليه يسب ويلعن فيه. ولو مش عارف قول معرفش، مش عيب ولا حرام، ده هيوفر علينا مشاكل وبلاوي كتير. تخيل كده هبدايه محترمه ما تعرفش جات منين ونزلت على السوشيال ميديا، وده ما بيتوصاش في ثانيه الا لحظه يعمل اشاعه او حوار كبير بهاشتاجات وقصه لصالح ناس ما عندهاش ضمير. ولما تلاقي واحد عامل فيها اخصائي تغذيه واول على عالم في صالات الحديد يقول لك كيف تخس 20 كيلو في شهر، اوعاك تسمع له اواج. يمكن هو خسس ناس كده، بس مش كل الناس كيف بعضيه. بدل ما تسمع كلامه وتقع في الجيم، روح لاخصائي يقول لك تعمل ايه. طبيعي اليومين دول تلاقي ناس كتير تايهه ومش عارفه تروح فين وتجي منين. جرى جيم ما جابش راجل من كتر اللي هيشوفوه. والله ده اللي عندي. لو عندك كلام تاني اكتبولي في كومنت، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب عشان اللي مش هيعمل هو عارف اللي هيجراله. نايزك هيضرب الارض كمان دقيقة. الحق يا محمد.